دايما العضلات بتكبر لما تتعرض لضغط ما تعرضتلوش قبل كده، فالعضله مش بتفهم الضغط ده اوزان ولا عدات ولا تيمبو، انت اللي تقدر تطور فيه زود فيه عادي. إنه هو السميع العليم. السلام عليكم. عندنا النهارده تمرين بوش، هنسخن كويس الاول بعدها ندخل نتمرن على طول. الاول نسخن كويس. حسبك الله. نسخن برضه، نسخن روتيتر كف ونص الكتف. التمرين ده معظم الناس بتشوفها بتزود اوزان، بس ده غلط. اصل ده مش تمرين، انت بتسخن بس، انت مش محتاج تشيل وزن، هو مجرد تسخين بس. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في نلعب الأرض تسخين لو جميعا مثلا من 15 ل 20 عدد. ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي كده خلصنا اول دور، هنروح مثلا هريح حوالي دقيقتين ونبتدي الدور الاساسي. من اتبعك من كويس، هنبتدي اول دور اساسي. يا أيها النبي دايما بلعب ب 45 بس النهارده مش كويس، الفترات كويسه، النهارده 40 اول دور. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الدور تاني احسن الوزن كان فيه شويه. مش لازم تشيل نفس الوزن، ممكن الوزن يجي شويه، مره يبقى عندك بار مره مش كده. وبعد كده تعالى كده شفت بتاعك مفتوح مش عايز وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. كده خلصنا اول تمرين، لعبنا الدمبل العالي. هو بالنسبه لي صراحه احسن تمرين هو الدمبل العالي، لان في احسن تمرين بصراحه. لو اخترت من واحد بس العبه على طول هختار الدمبل العالي. بعدها بقى ندخل الشكل الثالث، نلعبها الجهاز هنا. طبعا مش بنسخن، احنا سخنا في الدمبل العالي، نبدا اول دور على طول. أسرى حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. خلصنا اول دور. الوزن دايما حاول تجيب اخرك، بس تعبان هات اخرك في اي وزن تشيله، المهم تشيل كام، مش مهم زي ما قلت. تاخد ميه كويس بس التمرين. إن الله غفور رحيم. خلاص هنبتدي اخر دور على الجهاز ده. الوزن صغير برضه هنحاول نتابع الساعه دي. اهم حاجه الوزن. كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا
غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا هنبتدي كده اخر دور وده اخر تمرين في عضلات الشيست النهارده. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا وصل. تمرين الفراي ده بحب اعمل بوزنج، ده بيساعد في ضخ الدم اكتر في العضلات. بتعمل البوزنج ده مثلا تثبت 10 15 ثانيه. كده خلصنا الشيست، هنبتدي بقى الاكتاف. هنبتدي اول حاجه على الجهاز هنا الكتف امامي، نلعبه برضو دورين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون. كده خلصنا اول دور هنا، هندخل بقى على تاني دور. برضو في تمرين الاكتاف حاول تريح مثلا من دقيقتين ل3 دقايق، ودايما العب بريسات اكتر لان البريسات هي بترمي حجم اكبر في الاكتاف. انا عندي دايما من اضعف العضلات هي عضله الكتف الامامي، على طول عندي ضعيفه، فالبريسات هي ساعدتني اطورها شويه يعني. فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم. خلصنا بقى كده الامامي، هندخل بقى على الكتف الجانبي. بما لنا جانبي وتراي. الكتف الجانبي هنلعبه 3 ادوار لان هو مش من العضلات اللي بتشتغل معانا مساعده في اي تمرين. يعني مثلا الكتف الامامي بيشتغل مع الشيست والكتف الخلفي بيشتغل مع الظهر. ندخل بقى الجانبي هنلعبه 3 ادوار. تمرين الكتف الامامي مش من التمارين اللي بتحتاج اوزان تقيله، اهم حاجه بس ركز في التيمبو وهي تطور معاك يعني. تطلع مثلا في عده وتنزل في عدتين. على الله إنه هو السميع العليم. دايما العضلات بتكبر لما تتعرض لضغط ما تعرضتلوش قبل كده، فالعضله مش بتفهم الضغط ده اوزان ولا عدات ولا تيمبو، انت اللي تقدر تطور فيه زود فيه عادي. بس كده هنلعب اخر دور واخر تمرينه في الكتف هتبقى بعدها تراي. زودنا الوزن شويه، زودنا طاره، وهنلعب برضو حوالي من 8 ل 10 عدات. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. دايما في التمرين وانت بتلعب هنا هات اخرك، مش يبقى عندك طاقه تجيب 5 6 عدات كمان. دايما بشوف معظم الناس في التمرين بيريح لك مثلا دقيقه ونص ويدخل يتمرن على طول. ما حدش بيجري وراك على فكره، مش وراك حاجه، طالما جيت تتمرن لازم تتمرن تمرينك بجد. هندخل بقى على التراي اخر حاجه. هنلعب اول دور برضه تسخين شويه وبعدها هنبتدي اول دور اساسي على طول. يا ايها النبي تمرين التراي دايما حاول ما تفردش كوعك على الاخر عشان برضه الحاجات دي بتاثر على نفس الكوع مع الوقت. ركز في التيمبو، مش اهم حاجه العدات برضه.
دايما تعمل ماسل مايند كونكشن بين عضلات وعقلك عشان تحس بالعضله اكتر. أحرض المؤمنين على القتال. احنا دور بس ما سجلناهوش، هنبدا بقى داخل دور هنلعب بقى الوزن عندنا وهنلعب دروب ست. هننزل مثلا بنص الوزن وهنجيب مثلا حوالي 8 عدات وننزل بنص الوزن ونلعب برضه نفس العدات. بسم الله. يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم جبنا 10 عدات، هننزل مثلا حوالي نص الوزن كده وهنلعب تاني برضه 10 عدات. تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم كده خلاص خلصنا تمرين الشورت هيد، هنبتدي بقى تمرين اللونج هيد. نلعب بالكيبل اوفر هيد. والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما كان عندنا النهارده تمرين بوش، خلصنا التمرين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه واستنى الفيديوهات الجايه. سلام.